السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة الشهادة الإعدادية؟ بنرحب بكم الأول في السنة الجديدة إن شاء الله، وبإذن الله تكون سنة خير عليكم بمشيئة الرحمن. طيب هنبدأ أول حصة إن شاء الله النهاردة في العلوم. مبدئيا كده العلوم عندنا كام وحدة؟ العلوم عندنا إن شاء الله 4 وحدات. 4 وحدات. الوحدة الأولى بتتكلم عن حاجة اسمها الحركة، وده يعتبر شغل فيزياء. الوحدة الثانية بتتكلم عن المرايا، والوحدة الثالثة برضو بتتكلم عن الكون، والوحدة الرابعة آخر حاجة بتتكلم عن حاجة اسمها الانقسام الخلوي والتكاثر اللاجنسي والجنسي، جزء بسيط كده منهم يعني. خلينا نبدأ أول كده محاضرة في الوحدة الأولى إن شاء الله، اللي هي بتتكلم عن حاجة اسمها إيه؟ الحركة. هنتعلم في الوحدة الأولى كام حاجة. أنا بقسم الوحدة الأولى دي من وجهة نظري، أنا بقسم الوحدة الأولى ديت ل3 نقط. أول نقطة مفهوم الحركة، هنعرف يعني إيه حركة. تاني نقطة تمام إن إحنا نقسم الأجسام من حيث الحركة. ثالث نقطة إن شاء الله هنبدأ نتعلمها في الوحدة الأولى بمشيئة الرحمن، تمام، اللي هي اللهم صل على النبي، إزاي أوصف حركة الأجسام. يبقى أنا كده باشمهندس عندي 3 نقط لازم أتكلم عنها. خلينا نبدأ كده نمسك أول نقطة عندي اللي هي الإيه؟ مفهوم الحركة. خلينا نعرف يعني إيه حركة. هو أنا دلوقتي لو جيت بصيت على الشخص اللي موجود قدامي في الصورة ده، الشخص اللي موجود قدامي ده كان مكانه فين؟ مكانه هنا. بعد شوية المكان بتاعه فين؟ بقى هنا. بعد شوية المكان بتاعه فين؟ بقى هنا. يبقى الراجل ده كده بيعمل ايه؟ الراجل ده كده بيعمل حركة. يعني ايه بيعمل حركة؟ يعني بيغير مكان. يبقى لو جيت اعرف الحركة بناء على الكلام اللي احنا قلناه، هقول ايه بقى الحركة؟ الحركة هي تغير في موضع الجسم، تغير في مكان الجسم، تمام، من مكان إلى مكان آخر. من مكان إلى مكان آخر بمرور الايه؟ الزمن. تغير في موضع الجسم بمرور الزمن أو الوقت. في مشكله في الكلام ده كده؟ يبقى ده كده بالنسبه لاول نقطه عندي اللي هي تعريف الايه؟ تعريف الحركه. طيب تاني حاجه عندي هنقسم الاجسام من حيث الحركه. والله يا مستر احنا ممكن نقول ان الاجسام بتاعي فيه جسم بيتحرك وجسم ما بيتحركش. جسم ما بيتحركش زي العمود اللي على اول الشارع. العمود بتاعي لو رحت وجيت ده في مكانه ما اتغيرش مكانه، يبقى الجسم ده اقول عليه جسم ايه؟ جسم ساكن ما بيتغيرش. زي الحاجز اللي موجود معايا هنا في الصوره، الحاجز ده مكانه ما اتغيرش، يبقى الحاجز ده ايه؟ جسم ساكن. تمام. اما الشخص ده مكانه اتغير، يبقى هو ايه؟ جسم متحرك. يبقى اول نقطه عرفناها مع بعض يعني ايه حركه. قلنا يعني ايه حركه؟ تغير في موضع الجسم، مكان الجسم هيتغير بمرور الزمن، بمرور الوقت بتاعي. تاني حاجه بدانا نعرفها عندنا، تمام، انواع الاجسام من حيث الحركه. قلنا عندي كام نوع؟ قلنا عندي نوعين، يا اما اجسام ساكنه ما بتتحركش ثابته في مكانها، يا اما اجسام تانية بتتحرك وبتغير مكانها. يجي سؤال في الامتحان في الحته دي، في المقدمه البسيطه دي، يجي يقول لي علل. علل. تمام. ها، ليه الحاجز اللي موجود قدامك ده ساكن؟ بص يا باشمهندس، فعلل. لو جالك مصطلح فعلل وانت عايز تجاوب عليه، عرف المصطلح. هو دلوقتي جالي ايه؟ جسم ساكن، اعرف الجسم الساكن. هقول له لان الحاجز، تمام، لم يتغير موضوعه بمرور الايه؟ الزمن. جسم لا يتغير موضوعه بمرور الزمن. تمام. يجي لي السؤال على الشخص، يقول لي علل الشخص اللي موجود قدامك ده اهو، تمام، متحرك. ليه هو متحرك؟ لانه بيغير موضوعه بمرور الايه؟ بيغير موضوعه بمرور الزمن. بيغير موضوعه بمرور الايه؟ الزمن. طيب يبقى ده كده بالنسبه لاول نقطتين. ثالث نقطه اللي اصلا هتاخد مننا بقيه الباب كله، اللي هي وصف الاجسام المتحركه. علشان يا باشمهندس اوصف اي جسم متحرك، عربيه ماشيه في الطريق، عشان اوصف الحركه بتاعتها ممكن اتكلم عن كام نقطه؟ ممكن اتكلم عن 4 نقط. اول نقطه الطريق اللي هي ماشيه فيه، الطريق بتاعها اللي هي ماشيه فيه. طيب الطريق بتاعي يا باشمهندس، قال لك الطريق بتاعي انا عندي حاجه من 3، يا اما الطريق خط مستقيم زي الطريق اللي موجود قدامي في الصوره، يا اما منحني ملف بسيط كده، او مستقيم ومنحني بالمنظر ده كده لو العربيه مشيت الطريق بشكل ايه؟ بشكل كامل. يبقى الطريق بتاعي او المسار بتاعي حاجه من 3، يا اما مستقيم، يا اما منحني، يا اما كلاهما ايه؟ كلاهما معا. تاني حاجه يا باشمهندس هتكلم عنها لوصف حركه الاجسام، ممكن اتكلم عن ايه؟ عن الاتجاه بتاعي، اتجاه الحركه. تمام. بص يا هندسه، اتجاه الحركه، الحركه بتاعتي ممكن يا مستر والله للامام، الاتجاه بتاعي ممكن يبقى للامام، او ممكن يبقى للخلف، او ممكن يبقى لاعلى، طالع لاعلى، او ممكن يبقى لاسفل، او ممكن يبقى على اليمين، او ممكن يبقى انا بتحرك لايه؟ بتحرك للشمال. تمام. في حاجه بسيطه لازم تعرفها او ملحوظه لازم تعرفها هنا، الحركات الدورانيه. لو انا عندي جسم بيلف في دايره زي عقرب الساعه كده، او زي مثلا كوكب الارض ما بيلف حوالين الشمس، او اي كوكب بيدور، او اي جسم بيمشي في شكل دائري،
تمام. لما تلاقي جسم بيمشي في شكل دائري ما ينفعش اقول عليه يمين وشمال، الاتجاهات بتاعته مش هقول ده بيلف جهه اليمين او بيلف جهه الشمال، امال اقول ايه بقى؟ في الاتجاهات الدورانيه تمام، لما اجي اقول على الاتجاه او اتكلم على الاتجاه بيبقى عندي اتجاهين ما لهمش ثالث، يا اما مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب الساعه، يا اما مع عقارب الساعه يا اما عكس عقارب الايه؟ عكس عقارب الساعه. في ملاحظه بسيطه هنا جدا يا باشمهندس لازم تاخد بالك منها. تمام، لو الجسم بتاعي متحرك في اتجاه واحد سواء بقى في خط مستقيم او خط منحني او الاثنين مع بعض، بنقول على الحركه ديت حركه في اتجاه ايه؟ حركه في اتجاه واحد. طب اديني امثله كده زي القطر وزي المترو، القطر والمترو دول امثله على الحركه في اتجاه ايه؟ على الحركه في اتجاه واحد. يبقى الحركه في اتجاه واحد يا باشمهندس يعني ايه الحركه في اتجاه واحد؟ دي الحركه اللي بيتحركها الجسم في مسار واحد في طريق واحد، سواء بقى الطريق ده مستقيم او منحني او كلاهما ايه؟ معا، بس اهم حاجه انها تكون في اتجاه واحد بس، للامام بس تمام، للخلف بس، لاعلى لاسفل يمين يسار تمام، واخد بالك من الحاجات ديت. طيب يبقى ده كده بالنسبه لاول نقطتين عندي اللي هو المسار، اتكلمنا عن المسار واتكلمنا كمان على الاتجاه. طيب ثالث نقطه هنبدا نتكلم عنها ودي اهم نقطه عندنا في الدرس، السرعه. مبدئيا كده يا باشمهندس ايه السرعه دي؟ علشان نفهم قصه السرعه ديت تعالى نتخيل كده ان انا وانت في سباق تمام، هنعمل سباق الشارع بتاعنا ده كده، هنمشي في الشارع، هنعمل سباق لاخر الشارع تمام. انا والله مشيت الشارع كله مثلا يا عم وليكن جريت الشارع كله في 5 ثواني وانت اخدت 10 ثواني. لما يجي حد من بره كده بيبص عليا هيقول ايه؟ ده المستر اسرع من ايه؟ من الشخص التاني اللي بيجري معاه، صح الكلام؟ يبقى السرعه ده يعتبر مصطلح فيزيائي، مصطلح فيزيائي ربط لي بين مين ومين؟ ربط لي بين المسافه والايه؟ والزمن. ربط لي بين المسافه والزمن. طيب ما نيجي نتكلم عن المسافه كده شويه ونتكلم عن الزمن شويه. طيب مبدئيا كده المسافه، يعني ايه المسافه؟ قال لك المسافه يا باشمهندس هي البعد بين نقطتين، شايف البعد بين نقطتين ده كده؟ دي اسمها مسافه. وبرضك في تعريف تاني ليها تمام، المسار اللي انت مشيته، انا مشيت والله يا مستر من اول البيت بتاعنا لحد المدرسه، يبقى دي كلها اسمها المسافه. يبقى ممكن نقول المسافه هي البعد بين ايه؟ البعد بين نقطتين، البعد بين نقطتين دي كده اسمها مسافه. طيب المسافه ليها رقم ولا ملهاش رقم؟ ليها رقم يا هندسه. طيب بما ان ليها رقم لازم اميزه. طب بنميزه ازاي؟ قال لك باستخدام حاجه اسمها وحده القياس. وحده القياس دي يا هندسه كلمه لتمييز الرقم، كلمه لتمييز الرقم. هو انا ينفع اجي اقول لك انت 50 واسكت؟ طب ما انا ممكن اكون بشتمك، ممكن اقول لك انت 60 حمار، صح الكلام؟ وممكن اكون بقول لك انت 60 كيلو، يبقى انا ساعتها بتكلم على ايه؟ بتكلم على كتلتك، صح ولا مش صح؟ يبقى لازم لاي رقم وحده قياس، ليه؟ لتمييز الرقم ده علشان تعرف الرقم ده بتاع ايه بالظبط. طيب المسافه وحده قياسها ايه؟ قال لك وحدات قياس المسافه الاساسيه اللي هي الطول، اللي هي وحده قياس الطول اللي هي المتر اللي احنا بنختصرها بالحرف ميم. طب انا دلوقتي يا مستر عايز اكبر وحده القياس ديت علشان تتناسب مع مسافات اكبر. قال لك علشان تكبر وحده القياس او تصغر وحده القياس بنستخدم كلمات تسمى البادئات. ايه هي البادئه؟ كلمه بتتحط قبل الوحده يا تكبر الوحده يا تصغر الوحده. زي متر عايز اكبرها بحط قبلها كلمه كيلو تبقى كيلو متر اللي احنا بنختصرها كاف ميم. طب عايز اصغرها بنحط قبلها كلمه سنتي تبقى سنتي متر اللي احنا بنختصرها سين ميم. في مشكله في القصه ديت؟ طيب اما بالنسبه للزمن، الزمن بتاع حضرتك اللي هو الوقت، الوقت وحدات قياسه ايه؟ والله وحدات قياسه الثانيه. طب انا عايز اكبر شويه يا مستر، تمام، يبقى الدقيقه اللي بنختصرها د. تمام، طب انا عايز اكبر شويه يا مستر تبقى ساعه اللي بنختصرها س. طيب ازاي احول بين الوحدات المختلفه؟ بص يا باشمهندس في قاعده كده جميله في التحويل، القاعده دي بتقول لك ايه؟ لو انت رايح من وحده كبيره لوحده صغيره الكبير هو اللي رايح للصغير، يبقى الكبير هيضرب الصغير، ادام الكبير قام ورايح يا باشا يبقى خلاص هيضرب، يبقى الكبير هيضرب الصغير. لكن لو الصغير رايح للكبير تبقى عمليه قسمه. يبقى القاعده بتاعت التحويل اهو، لو الكبير رايح للصغير هضرب، لو صغير رايح لكبير هقسم. اهو كبير الدقيقه رايحه للصغير يبقى دي هضرب، لكن صغير راح لكبير هقسم. طب هضرب في كام او اقسم على كام؟ قال لك هنضرب في اللي بينهم او هنقسم على اللي بينهم اللي هو بيبقى كام؟ 60. طبعا احنا عارفين ان الدقيقه بيبقى فيها 60 ثانيه والساعه بيبقى فيها 60 دقيقه.
طيب تعالى كده نشوف مثال على التحويل. لو انا معايا 5 ساعات، الخمس ساعات دول فيهم كام دقيقة؟ تعالى يا باشمهندس واحدة واحدة معايا كده. والله يا مستر انا هحول من ساعة لدقيقة، ده انا جاي من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة، يبقى العملية عملية ايه؟ العملية عملية ضرب. طب هضرب في كام؟ قلنا في اللي بينهم. اسف. هنضرب في اللي بينهم. طب اللي بينهم اللي هو كام؟ قال لك اللي بينهم يا هندسة اللي هو 60، يبقى 5 في 60. 5 في 60 اللي هي بكام؟ طلع الصفر بره، و5 في 6 ب 30 تطلع 300 ايه؟ 300 دقيقة يا باشمهندس. طيب مثال تاني، لو انا عايز احول من ساعة لثانية، انا دلوقتي معايا مثال تاني اهو. تعال نمسح بس الكلام ده كده. انا دلوقتي عايز احول من ساعة لثانية اهو، معايا 2 ساعة عايز احولهم للثواني. طيب تعالى يا باشمهندس، اول حاجه انا رايح من صغير لكبير ولا من كبير لصغير؟ ده انا رايح من كبير لصغير، من ساعه لثانيه، يبقى العمليه عمليه ايه؟ يبقى العمليه عمليه ضرب. هضرب في كام؟ واحد يجي يقول لي يا مستر انت كنت لسه قايل من شويه ان دي الساعه ودي الدقيقه ودي الثانيه، ما بين دي ودي كان في 60 وما بين دي ودي كان في 60، انا رايح من ساعه لثانيه يبقى 60 و60 يبقى 120 يبقى هضرب في 120. لا الكلام ده غلط، الكلام ده غير صحيح. امال يا مستر انا هعمل ايه؟ بص يا حبيبي، وانت بتحول الوحدات ما ينفعش لا نجمع ولا نطرح الارقام اللي موجوده دي. امال بنعمل فيهم ايه؟ بنضربهم. يبقى انا هعمل ايه؟ هضرب في 60 في 60، يبقى 2 في 60 في 60 على الحسبه تطلع معاك. يبقى ده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه لوحدات القياس بتاع الزمن والمسافه، وازاي نحول ما بينهم، ازاي نحول ما بينهم. طيب نفس الكلام برضك في وحدات القياس بتاع المسافه. ها، كيلو متر، احنا قلنا كيلو متر، وادي متر، وادي السنتيمتر. والله يا مستر من كيلو متر للمتر في بينهم 1000، من المتر للسنتي في بينهم 100. تعالى يا باشمهندس كده نحول 5 كيلو، عايز احولها للمتر، هعمل ايه؟ ده انا جاي من وحده كبيره لوحده صغيره، يبقى العمليه عمليه ايه؟ يبقى العمليه عمليه ضرب. هضرب في كام؟ في اللي بينهم. اللي بينهم اللي هو كام؟ اللي بينهم اللي هو 1000، يبقى في 5 في 1000 ب 5000. طيب لو انا عايز احول من متر لسنتي، نفس الكلام. ها، من وحده كبيره لوحده صغيره، من متر لسنتي، عايز احول من 5 متر لسنتي، هعمل ايه؟ جاي من وحده كبيره لوحده صغيره، يبقى هضرب في كام؟ اللي بينهم اللي هو 100، يبقى 5 في 100 تطلع معاك 500 ايه؟ تطلع معاك 500 سم. تمام. وطبعا لو عكسنا، لو رايحين من وحده صغيره لوحده كبيره هنقسم، وهكذا. طيب يبقى ده كده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للمسافه والزمن. تعالى بقى نرجع تاني لكلامنا عن السرعه. يبقى احنا قلنا السرعه دي علاقه بتربط ما بين مين ومين؟ بتربط ما بين المسافه اللي اختصارها ف والزمن اللي اختصاره ز. المسافه والزمن. تمام؟ طيب يبقى انا يا مستر استنتج من كلامي ده ان انا لو انا عايز اوصف سرعه الجسم، ان انا اتكلم على سرعه الاجسام، محتاج اتكلم عن مين ومين؟ قال لك محتاج اتكلم عن المسافه اللي مشاها الجسم والزمن اللي احنا خدناه علشان نمشي المسافه دي. طيب تعالى بقى يا باشمهندس نبدا نحط تعريف للسرعه. ايه هي السرعه؟ بص يا هندسه، السرعه تمام، احنا دلوقتي ان شاء الله باذن الله لما ندخل ثانوي تمام وندرس فيزياء، هنعرف طريقه حلوه وطريقه سهله ان احنا نعرف بيها الكميات الفيزيائيه من القانون بتاعها. فانا هقول لك القانون دلوقتي وهشرحه كمان شويه. في عندنا قانون هناخده كمان شويه هيقول لي ان السرعه بتساوي المسافه اللي احنا لسه قايلين من شويه ان اختصارها ف على الزمن اللي اختصاره ز. طيب انا دلوقتي يا باشمهندس انا عايز اعرف السرعه ده باستخدام القانون. اعرفها ازاي؟ في قاعده حلوه قوي تقول لك في التعريف ان الوحده اللي انت بتعرفها بتساوي البسط في حاله ان المقام بتاعك بيساوي الايه؟ الواحد. تاني الكلام ده كده، السرعه بتاعتي بتساوي البسط، الحاجه اللي انا بعرفها بتساوي البسط لما المقام بتاعي بيساوي ايه؟ واحد. طيب تعالى بقى نعرف السرعه بناء على الكلام اللي احنا قلناه ده. ايه هي السرعه؟ قال لك السرعه هتساوي البسط، يبقى السرعه هي المسافه، يبقى السرعه المسافه في زمن مقداره 1 ثانيه او 1 ساعه او 1 ايه؟ او 1 دقيقه، يعني من الاخر كده خلال وحده الايه؟ خلال وحده الزمن. يبقى السرعه المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن، او المعدل الزمني للتغير في المسافه. المعدل الزمني للتغير في المسافه. لما نيجي نقسم على الزمن تحت يا ولاد كده،
تمام. ممكن نقول على الاسم ده كده اسم المعدل الزمني. يبقى ده كده بالنسبه لتعريف الايه؟ بالنسبه لتعريف السرعه. طيب اداه قياس السرعه، بنقيس السرعه بايه؟ مش مهندس، انت لو عندك عربيه، تمام، او الحاج عنده عربيه وقعدت جنبه كده، تمام، هتيجي تبص هتلاقي الحاج بيبص كل شويه في عداد السرعه بتاعه، تلاقي دايره كده ورا الايه؟ ورا عجله القياده، دركسيون عامله بالظبط زي دي كده، تمام، بيبص منها على سرعه العربيه واصله لفين. يبقى اداه قياس السرعه هي عداد الايه؟ عداد السرعه. طب يا مستر ازاي عداد السرعه بيحسب السرعه؟ عداد السرعه بيحسب السرعه، تمام، من العلاقه دي، بيحسب المسافه ويقسمها على الايه؟ ويقسمها على الزمن، زي ما احنا قلنا فوق هنا القانون بتاعنا، بيحسب المسافه ويقسمها على الزمن. نفس الكلام اهو. يبقى مستر السرعه اللي اختصارها عين بتساوي مسافه على ايه؟ مسافه على زمن. وممكن نحطها في مثلث بالمنظر ده كده، مسافه فوق وادي الزمن وادي السرعه. وخد بالك دي اسمها علاقه ممكن احسب منها كذا حاجه. ممكن احسب المسافه لو انا معايا الزمن والسرعه، وممكن احسب الزمن لو انا معايا المسافه والسرعه، وممكن احسب السرعه لو انا معايا مسافه وايه؟ وزمن. يبقى انا لو عايز احسب السرعه هو خط السرعه واقول السرعه بتساوي مسافه على زمن. طب انا لو عايز احسب الزمن، تمام، مسافه على سرعه. في قاعده كده في المثلث ده يقول لك ايه؟ اللي عايزه بنخبيه والباقي بنلعب بيه. تمام، انا عايز الزمن، هخبي الزمن، هخبي الزمن خالص اهو. هيبقى لي مين؟ مسافه على سرعه. طب انا والله عايز احسب السرعه، يبقى هخبي السرعه. هيبقى لي مين؟ هيبقى لي مسافه على زمن. طب والله انا عايز احسب المسافه، هخبي المسافه، شيل المسافه خالص يا عم اهو. هيبقى لي مين؟ سرعه في ايه؟ سرعه في زمن، اتنين جنب بعض، سرعه في زمن. في مشكله في القصه ده؟ يبقى هنا يا مستر من العلاقه بتاعتي ممكن احسب كام حاجه؟ ممكن احسب 3 حاجات. ممكن احسب الزمن، ممكن احسب السرعه، ممكن احسب المسافه. ممكن احسب 3 حاجات مختلفه. طيب بما ان السرعه ليها رقم يبقى لازم لها وحده ايه؟ وحده قياس. قال لك وحده قياس السرعه هي وحده قياس مشتقه. يعني ايه مشتقه؟ يعني بنطلعها من القانون. بنطلعها من القانون. هو قانون السرعه ايه؟ مسافه على زمن. قانون السرعه بتاعتي، قانون السرعه بتاعتي مسافه على زمن. طيب هي المسافه بتتقاس بالايه؟ المسافه بتتقاس بالمتر. طب والزمن بيتقاس بالايه؟ والله الزمن بيتقاس بالثانيه. يبقى ساعتها وحده قياس السرعه متر لكل ثانيه. عفوا يا ولاد. طيب لو المسافه بتاعتي بتتقاس بالكيلومتر والزمن بتاعي بيتقاس بالساعه، يبقى كيلومتر على ساعه، اللي انا بقول عليها كيلومتر لكل ساعه. في قاعده في الرياضه مهمه جدا 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 بالنسبه للحته دي. يقول لك والله انا ممكن اطلع البسط في المقام مع تغيير اشاره الاس. يعني انا ممكن اخليها كده كيلومتر بدل على تبقى في ساعه، بس هتبقى ايه؟ مرفوعه على الاس -1. يبقى دي كده وحدات قياس الايه؟ السرعه. طيب ازاي احول بين وحدات قياس السرعه وبعضها؟ بص يا هندسه، هعلمك طريقه كده تحول بيها الوحدات المركبه، وناخد في الاخر اختصار للكلام ده كله. طيب انا عندي يا مستر والله اهو مثلا 5 كيلومتر لكل ساعه، عايز احولها لمتر لكل ثانيه. هعمل ايه؟ هقوم جاي موقف الوحده بتاعتي كده، تبقى كيلومتر على الساعه، وادي الخمسه طبعا 5 كيلومتر بيساوي نقط متر على الثانيه، واحول اللي فوق لوحده واحول اللي تحت ايه؟ واحول اللي تحت لوحده. ادي 5 كيلومتر عايز احولها من كيلومتر لمتر. ده انا جاي والله يا مستر من كبير لصغير، تبقى العمليه عمليه ايه؟ لسه قايلين من شويه كبير بيروح يضرب الصغير، يبقى عمليه ضرب. يبقى 5 في هضرب في كام؟ طبعا من كيلومتر لمتر كنا بنضرب في 1000 على من ساعه لثانيه. من ساعه لثانيه يا مستر والله كنا بنضرب في 60 في 60، تبقى 5 في 1000 على 60 في 60. تمام، يبقى احنا خدناه 5 في 1000 على 60 في 60، هتلاقيها طالعه معاك ب 25 على ال 18. 25 على ال 18. طيب لو جينا نختصر الرقم اللي موجود في الجنب ده اللي هو 1000 على 60 في 60، ما هو ده المفتاح اللي احنا هنقول عليه دلوقتي، هنلاقيها طالعه معايا بايه؟ ب5 على ال 18. يبقى انا والله يا مستر ممكن اعمل اختصار جميل كده. لو انا عايز احول من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه، اضرب في 5 على ال 18 واريح دماغي. طب انا لو عايز اعكس، لو انا عايز اعكس بقى، يبقى اهو
تعال نقول الاختصار ده تاني لان الاختصار ده مهم. يبقى انا تاني كده يا مستر اهو، احنا قلنا اهو عرفنا طريقه التحويل. انا بقى عايز اقول الاختصار في الاخر. لو انا عايز احول من كيلومتر على الساعه لمتر على ثانيه، قلنا هنضرب في كام؟ هنضرب في 5 على 18. طب لو انا يا مستر رايح العكس، لو انا رايح العكس هقسم على 5 على 18. واحد يقول لي يا مستر هتقسم على 5 على 18، ده اللي فاهم في الرياضه. يقول لي يا مستر القسمه ده اهي في الكسر ممكن نحولها لضرب مع شقلبه الايه؟ الكسر. هنشقلب الكسر، يعني بدل ما اقسم هقول له لا انا هضرب، بس هضرب في كام؟ هضرب في 18 على 5. دي نقطة مهمة جدا جدا في التحويل. طب أنا يا مستر ممكن أحفظ الاختصار ولا أفهم الاختصار؟ قال لك لا، يفضل إنك تفهم الاختصار. ليه؟ لأن لو جالي في الامتحان ولعب معايا على التحويلة دي، بص معايا كده، لو قال لي 5 كيلومتر لكل ساعة فيها نقط متر لكل دقيقة. طب أنا يا مستر معيش اختصار للحتة دي، فيفضل إنك تبقى عارف التحويل بيجي إزاي أفضل. يبقى أقول له أهو 5 كيلومتر على الساعة، زي ما اتفقنا بنوقف الاول، وادي متر على الدقيقه، واحول اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. من كيلو متر المتر هضرب في 1000، يبقى 5 في 1000 اللي ب 5000. طب من ساعه لدقيقه هضرب في 60 على الاله حاسبه تطلع معاك. يبقى ده كده بالنسبه لوحده الايه؟ بالنسبه لوحدات القياس بتاعتنا بتاع السرعه. طيب تعالى يا باشمهندس بقى نعرف انواع السرعه. انواع السرعه يا باشمهندس هنقسمها لثلاث انواع مختلفه. كم نوع؟ 3 انواع مختلفه. اول حاجه السرعه الفعليه، ودي اللي احنا كنا بنتكلم عليها فوق. طيب تاني حاجه اسمها سرعه متوسطه. تالت نقطه عندي وهي السرعه النسبيه. طيب ايه الفرق بين الثلاثه؟ تعالى بقى معايا واحده واحده كده نفهم الفرق بين الثلاثه. تخيل معايا كده ان انا خدت عربيتي وطلعت مشوار، قلت يا عم انا رايح اصيف ورايح الاسكندريه. تمام؟ طيب وانا ماشي دلوقتي، وانا ماشي عادي اهو في الطريق، حد اتصل بيا قال لي انت ماشي على سرعه كام؟ بصيت في العداد لقيتها 120 كيلومتر كل ساعه. قلت له ده انا ماشي على سرعه 120 كيلومتر كل ساعه. شايف السرعه اللي حضرتك قريتها دلوقتي؟ دي اسمها السرعه الفعليه اللي انت ماشي بيها دلوقتي. تمام؟ طيب تاني نقطه عندي اللي هي السرعه المتوسطه. تعالى بقى انا خلاص بقى وصلت اسكندريه هناك. تمام؟ بعد ما وصلت قالوا لي هو انت كنت ماشي على سرعه كام طول الطريق؟ طبعا انا ما كنتش ماشي على سرعه 120، والله ده انا قابلني مطب فهديت، الطريق قدامي كان مفتوح فسرعت، ونزلت شويه استريحت في الاستراحه، وهكذا. تمام؟ فالسرعه بتاعتي كانت عماله ايه؟ تتغير. فلما رحت هناك قلت لهم والله تقريبا انا كنت ماشي بسرعه 120 كيلومتر كل ساعه. اهو شايف تقريبا دي اسمها السرعه الايه؟ المتوسطه. طيب اما السرعه النسبيه، كان في بقى ظابط واقف على الطريق ما اقولكش، تمام، معاه رادار وبيقيس لي سرعتي. اهو السرعه اللي ظهرت في الرادار دي اسمها السرعه الايه؟ السرعه النسبيه، اللي هي سرعتي بالنسبه لحد تاني، حد تاني هو اللي بيقيس سرعتي. تمام؟ فده يعتبر انواع السرعه. احنا شغالين من ساعتها على السرعه الايه؟ شغالين من ساعتها على السرعه الفعليه، ودي اللي ان شاء الله هنبدا باذن الله بيها المحاضره الجايه عشان ما نطولش عليكم، تبقى محاضره لايت كده ان شاء الله. هنبدا بيها المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.